السلام عليكم، معكم قناة شيوة أم هيثم. تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم مغربة تاع الجوز واللوز اللي تجي أكثر من رائعة. نحتاج إن شاء الله المغربة. عندي هنا واحد 500 غرام ديال الكركاع. أنا شديته ونقيته ومسحته مزيان من ديك الغبرة اللي فيه ودخلته للفران هي واحد شوية وخرجته، ماشي حتى حمر، هي نشفنا شوية. وعندي هنا واحد 400 غرام ديال اللوز، شديته تا هو نقيته ومسحته، غادي نخليه بالقشره ديالو. غادي نمشيو دابا باش نطحنوه. غادي نطحنو دابا صافي. من بعد ما طحنا شتي تيجي على هذا الشكل غنطحن صافي. اللوز راه تيشد لنا شويه الطحين مع تيكون قاصح، اما الكركاع راه واحد جوج طحنات زعما تنوركو واحد جوج ثلاثه حتى تيطحنا، ما تيشدش لنا الوقت بزاف. مع عرفتو الكركاع راه تيكون هشيش دغيا تيطحن. غادي نديرو دابا يطحن ثاني صافي. من ما طحنا الكركاع حتى هويا صراحه هاد الحلوه راه تجي زوينه وسهله، هي تتوجد لنا. غادي من بعد ما طحنت العناصر كلها ميه، غادي نضيف هنا واحد كاس ونص ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال النشا دقيق الذره، واحد 50 غرام ديال الزبده، واحد خماره وربع خماره وشويه، هي شويه نديرو خماره واحد شويه مع واحد شويه، ماشي نص خماره، ما كاملش نص، هي واحد شويه صافي. وغادي ندير واحد شويه تاع المحشور تاع الحامض، حتى واحد النسمه هي زوينه. هي ديك القشره الصفراء ماشي بزاف، هي ديك القشره الصفراء باش تعطينا واحد المذاق زوين. واحد المعلقه الكليكوز، اللي ما عندوش الكليكوز يدير المربى ديال المشماش هي تجي فيها زوينه باش تعطي ديك التعليكه هي داك الدقيق الذره باش ما تيخلاش تجي واحد التعليكه فيها زوينه صافي. وعندي واحد 3 المعالق ديال امان الزهر و3 البيضات. ديك الساعه نبدا نجمع، غادي ندير نضيف 2 بيضات، نشوف الا جمعت هو هذاك، ما نجمعش نعاود نزيد ثاني نكمل بيضه على حسب داكشي اللي خاصني. غادي نبدا نخلط بيديا، وديك الساعه البيض غادي نبدا نزيد، غادي نضيف واحد 2 بيضات ونعاود نشوف الا باقي خاصني نضيف 0 بيضه، خاصني نضيف داك البيض تاع البيضه. المهم غادي نبقى نزيد بشويه بشويه. هنا ضفت دوك 3 المعالق ديال ماء الزهر، تو تيجي فيها الصراحه زوين، تجي هاد الحلوه زوينه وغريبه، زعما راه قديمه وعريقه صراحه. المغربات القدام الكركاع واللوز راه قديمه، ولكن تتبقى هي تتبقى واحد النكهه ديالها بوحدها سبحان الله العظيم. غادي نضيف 2 بيضات، وديك الساعه غادي نزيد واحد صفر تاع بيضه، كان خاصني شويه غادي نزيد نضيف البيضات ب3 تنخلط صافي. بعد ما جمعتها شتيها تجي على هذا القياس، انا غادي نخليها ترتاح واحد 20 دقيقه ولا 30، نخليها ترتاح شويه. غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح. انا اكتفيتي بالنكهه تاع الليمون الحامض ديك القشره ديالو، اللي بيدير فاني يديرها حتى تجي فيها زوينه صافي. غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد شويه على ما نجي ديك الساعه نكلوها. بعد ما طبت لي الحلوه ديالي هيا دخلت انا الفران، شعلت لي درته على 180 وخدمت المروحه، درت ليها قلت لكم 10 دقائق، لا زادت ليا المهم 18 دقيقه مع الفران. ما كانش لي سميتو على حسب كل واحد الفران ديالو، كل تهز ليه 16 دقيقه سميتو. المهم ما تكثروش لا طيب، حيت لا كثرتو لا طيب ما تجيش زوينه. شتيها كي تجي تبارك الله معلكه وزوينه، شتيها معلكه، شتيها زوينه بزاف تجي. بعد ما خليتها حتى ارتاحت لنا واحد 20 دقيقه غادي نحيد لها دابا السلوفان.
عندي هنا سكر ثقيل سبيسيال يكون مزيان، حيت لا كان السكر الاخر ما تيجيناش، لا كان سكر كلاصي عادي. وعندي هنا طريفه ديال الكركاع باش نزين لها الوجه ديالها. وعندي واحد معلقه تاع الماء الزهر باش نعندي ليديا باش نجي. وعندي الميزان بغيت نعود نعبر باش تجيني قياس واحد، ما تجينيش وحده كبيره وحده صغيره. غادي ندير فيها جهد 20 غرام ديال 20 غرام كبيره باش يجيني قياس واحد، ما تجينيش الحلوه ديالي. صافي 20 غرام غادي نعبر فيها. صافي 20 غرام ندير فيها باش يجيني قياس واحد في الحلوه ديالي. صافي غادي نديرها في السكر ثقيل وندير شويه الزهر في يديا باش ما تلصقش ليا. صراحه هاد الحلوه انا من العشاق ديال هاد الغريبه، صراحه تعجبني بزاف، تجي زوينه ومعلكه. سمعت شويه. صافي نبقى غادي هكا تنكمل الكميه كلها اللي عندي شويه. صافي غادي نديرها انا في هاد السكر ثقيل، غادي نديرها بحال هكا تجينا تلبسنا بداك السكر ثقيل مزيان، وندوروها ونعاودو نهزو تاني. صافي انا عندي الطاوه هنايا مفرشه لها ورق الزبده. كيفاش غادي نديرها؟ نبقى غادي هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. من الاحسن نعبروا الحلوه ديالنا باش تجينا قده وحده، ما تجيناش وحده كبيره وحده صغيره. بلي تعرف ندير القياس في يدي ديري بيدي نبات. والحلوه ما نديروش وحده باش حتى لا تسرحت لنا شويه ما نديرش. انا غادي ندير على الطريفه ديال الكركاع وما نحاولوش نتكوها بزاف، حيت لا تكينا بتفرقع لنا الحلوه بزاف، يعني نحطها فوق منها هكا. صافي نبقى هكا هي هكا تنحطوها. والفران انا مسخناه مزيان وغادي نقصو على 180. غادي ندخل الحلوه ديالي هي مده واحد 10 دقائق ولا 12 دقيقه، حيت هاد الحلوه ديال الكركاع ما تتبيش طيب بزاف، ما حدنا تنشوفها تطيب وهي تنشف تجينا ناشفه. 12 دقيقه 10 دقائق ما نفوتاش ليها. ومنين نخرجوها من الفران ما نقيسوهاش، نخليوها في الطاوه حتى تبرد، عاد نحيدها مع تكون رطبه. الا جينا نحيدها كلها تلصقنا في الطاوه ويخصنا الشكل ديالها. بعد ما وجدتنا الحلوه ديالنا تجي على هذا الشكل، تنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وتنشكر كاع اللي دخل عندي القناه جديد، تنقول لكم شكرا لكم بزاف.